هلو على سوزان، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده معادنا مع النيجاتسيون الا وهو النفي. والنفي يا صديقي ما طلعش زي ما ناس كتيرة ما بتقول لك يا عم ده هو النفي ايه غير كاين ونشت. وللاسف دي حاجة غلط، لان في سبل تانية تقدر ان انت تتبعها في اللغة الالمانية عشان تنفي معنى جملة. النفي عمره ما كان كاين ونشت بس. والنهارده هنبتدي مع بعض ان احنا نتعلم باذن الله كل الطرق اللي ممكن ان انت تنفي بيها جمله. اول حاجه معانا يا صديقي الا وهي كاين. وكاين ومشتقاتها كلها. يعني ايه كاين ومشتقاتها كلها؟ يعني زي ما انت عندك اين واين واينن واينم والكلام ده كله، فانت برضو عندك عادي كاين وعندك كاينن وعندك كاين وعندك كتير قوي. فكل دول اللي هم تقدر ان انت تنفي بيهم. طيب هو انا اصلا امتى ابتدي ان انا استعمل كاين؟ قال لك انت بتبتدي ان انت تستعمل كاين مع النومن. يعني ايه نومن؟ النومن يعني الاسم يا صديقي، يعني اي حاجة ليها اداة تقدر ان انت تنفيها بكاين. طيب ساعتها نختار كاين ولا كاينن ولا كاينم ولا اختار ايه بالظبط؟ قال لك بتبقى على حسب الكازوس اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، الا وهي الحاله الاعرابيه للجمله الالمانيه. لو ما اتفرجتش على فيديو الاكوزاتيف ارجع اتفرج عليه عشان تفهم يعني ايه كازوس وتفهم يعني ايه اكوزاتيف وتظبط الدنيا باذن الله. طيب يا هير انا امتى بقى استعمل كاين وامتى كاينن وامتى كاينم وامتى الكلام ده؟ اقول لك فاكر يا صديقي درس الاكوزاتيف اللي انت ما شفتوش؟ اهو من الدرس ده احنا ممكن نتعلم ان احنا نحل كاين بابسط طريقه ممكنه. المهم يا صديقي ان انا دلوقتي مش عايزك تحفظ كتير، انا عايزك تتعلم الماني بذكاء. يعني ايه ذكاء؟ يعني مش انت فهمت معايا درس الاكوزاتيف ودرس الكازوس والحالات الاعرابيه والحاجات دي كلها، خلاص احنا بعد كده هنشغل دماغنا. احنا ما حفظناش غير درس الاكوزاتيف وهنطبق عليه اي حاجه تاني. يعني ايه اي حاجه تانية هي؟ يعني انا بدل ما اجي اكلمك واقول لك المسؤولين في النوميناتيف كاين والمسؤولين في الاكوزاتيف كاينن، لا انت هتعمل حاجه ابسط من كده بكتير قوي. شفت اللي انت حافظه في اين هو كاين. الفرق ان انت هتضيف كا مش اكتر، هتضيف حرف واحد. يعني ايه؟ يعني ببساطه شديده لو انت بتنفي حاجه والكازوس بتاعتك نوميناتيف وهي مسكولين مذكر وعندك اين، حط كا، خلصت بقت كاين. طب لو هي اكوزاتيف ومسكولين حط كا، بقت كاين، خلصت ما فيهاش اي حاجه تاني. طب لو الحاجه اللي عندك دي مسكولين وفي النوميناتيف حط كا، بقت كاين. طب لو هي ما انه يدخل برضه بس الاكوزاتيف برضه حط كا، بقت كاين عادي خالص. طيب هنا في منين، حط كا، بقت كاينه. طيب هنا اكوزاتيف حط كا، بقت كاينه. ولكن بص هنا بقى يا صديقي، ده هو الفرق الوحيد ما بين الادوات النفي وادوات النكره، ان هنا احنا عندنا كاينه. طيب ليه؟ لان والله انا في ادوات النكره ما ينفعش ان انا انكر الجمع، ولكن طبعا ينفع ان انا انفي الجمع. ولاد دول مش ولادي، والله ما ولادي، اهو انا نفيت الجمع. مش شققي، مش عماراتي، مش الكراسي بتاعتي، مش اللابتوبس بتاعتي، فخلاص انا بقدر ان انا انفي الجمع. فهنا هيزيد معانا كاينه، وهنا برضو نفس الكلام، اللي يسرع على النوميناتيف يسرع على الاكوزاتيف، فوالله هنا برضو هيبقى معايا كاينه. فيا صديقي دي الحاجة الوحيدة اللي زادت من أدوات النكرة لأدوات النفي، إن أنا عندي الجمع ينفع أنفي عادي ولكن الجمع ما ينفعش أنكره. يبقى أنت بتتعلم بذكاء كده. عرفت والله إن اللي يسري على أين يسري على كاين، وكمان شوية هتعرف إن هو بيسري على ماين. التلاتة زي بعض، الفرق إن أنت عندك أين حط كا بقت أداة نفي، شيل الكا حط إن بقت أداة ملكية، مش أكتر. بتتعلم بذكاء. فخلاص والله انا دلوقتي عرفت ان انا في الجمع بزود كا بقت اسمها كاينه، عندي مسكولين بقت كاين وخلاص. يبقى انا كده والله بالنسبه للنفي عرفت عندي اول حاجه ان انا مع النومن، مع الاسماء اللي لها اداه سواء كانت ماسكولين نويترال فيمينين بلوغال، ببتدي ان انا بنفي بكاين. طب امال نشت دي بقى بنفي بايه؟ قال لك يا صديقي ان نشت دي بتنفي بيها اي حاجه تاني غير الاسماء. يعني اي حاجه، يعني عادي يا صديقي، فيربن تنفي فعل،
والله adjective تنفي صفة، والله adverb تنفي حال، والله اي حاجه يا صديقي، اي حاجه بريبوزيسيون حرف جر والله تنفي. شوف بقول لك ايه، تعرف ان انت مع نشت تنفي الارتكل ذات نفسها. يعني ايه؟ يعني لو عندك دي او داس او دي كارتكل مكتوبه كارتكل تقدر ان انت تنفيها بنشت. من الاخر كاين مع النومن، اي اسم اي حاجه لها اداه، ونشت مع كل الباقي. طب امال يا هير ايه العمود التالت اللي انت حاطه ده؟ قال لك ان دي حاجه اسمها andere Negationswerte. يعني والله دي شويه كلمات اضافيه تقدر ان انت تنفي بيها الجمله. بص انا بعلمك الحاجه من جذورها من اولها لاخرها. كل يقول لك هو نشت وكاين، لكن لا، لازم تبقى مميز، تعرف ان انت عندك حاجات تاني تنفي، تعرف ان انت عادي نيماند ده نفي، تعرف ان انت نشتس ده نفي، تعرف ان اون ده برضو نفي، تعرف ان ني ده نفي، تعرف ان نشت ميع ده نفي، تعرف ان نخ نشت ده نفي. يبقى بص يعني كتير بيبقى في كلمات تانية تقدر ان هي تنفي معنى الجملة خالص. فمن الاخر هم مش كاين ونشت بس، لا ده انت عندك والله مراجعة سريعة، عندك كاين بتنفي بيها اي نومن اي حاجة ليها اداة، نشت بتنفي اي حاجة تاني، وعندك ان شاء الله عندك نيجاتيونس فياتا كلمات تانية تقدر ان هي تنفي معنى الجمله خالص، هتاخدها باذن الله في اتسباي. يبقى كده مراجعه سريعه، والله انت بص عندك كاين اهي بلس نومن، يعني اي كاين بعديها نومن تقدر ان انت تنفيها. طيب مثال زي ايه؟ ايه هات اين اوتو، هو عنده عربيه زي ما قلت لك، اللي يسرع على اين يسرع على كاين، فخلاص عايز تنفي اين حط كا، يبقى ايه هات كاين اوتو. طب والله مثلا ايه هات اين لابتوب، هو عنده لابتوب عايز تنفيها ايه هات كاينن لابتوب، فخلاص والله كاين بتيجي مع الاسماء سواء كاين كاينه كاينن كاينم والى اخره. طيب هنا نشت، والله قال لك ان نشت بتيجي مع اي حاجه تاني غير الاسماء، الصفات الافعال اي حاجه تاني. يعني مثلا عندك الت يعني كبير، يبقى والله يا نشت الت هو مش كبير. طيب هنا مثلا والله مثلا عندك فيرب فاغن، والله ايش فاغت سو ابيت، مش عايز اروح ايش فاغا نشت سو ابيت، تنفي اي حاجه المهم ان هي ما تكونش اسم. وعندك اهي الشاشه لو عايز تصورها. وبكده صديقي نكون خلصنا الشرح، تعالى بقى عشان نحل مع بعض. طيب يلا بينا نراجع مراجعه سريعه بعد كده نحل يا صديقي. قال لك هنا عندك كاين ونشت، كاين اهو بص مع كل الحاجات دي هم اسماء، لكن هنا كلهم صفات. طيب يا هير انا عاوز من الاخر حاجه تفرق لي ما بين كاين ونشت في ثانيه. اقول لك يا صديقي بعد كاين هتلاقي دايما اول حرف جروس. يعني ايه يا هير؟ يعني بص كده بالعقل كده، مش انت كاين يا صديقي بيجي بعدها اسم؟ طب ما انت عندك قاعده في اللغه الالمانيه بتقول لك ان اي اسم جروس يبقى خلاص. والله انا حتى من غير ما اقرا الجمله انا لو اول حرف عندي جروس يبقى على طول هحط كاين. فهنا ايش ليزا كاين بوخ، انا مش بقرا كتاب. طب ليه كاين؟ عشان والله بوخ بس اي حاجه ليها اداه على طول كاين، من غير ما اقرا اول حرف جروس يبقى على طول كاين او كاين او كاين على حسب الحاجه. طيب هنا والله بص هتلاقيهم كلهم كلاين، كلهم هتلاقيهم كلاين، يبقى على طول تنفي بنشت. ايش بنشت فيها؟ هيغاتت انا مش متجوز. ايش بونا نشت ام بالين مش عايش في بالين. هنا نفية حرف جر، هنا نفية صفه، هنا نفية فيرب، هنا نفية الارتكل ذات نفسها. فاكر لما قلت لك ان نشت بتنفي الارتكل؟ انت هنا ممكن تقول ان انا ايش ليزا كاين بوخ، او تقول ايش ليزا نشتاس بوخ، الاثنين ليهم نفس المعنى بالظبط. طيب هنا بيقول لك ايه؟ كاين steht nur vor einem Nomen، ان كاين بتبقى على طول قبل الاسم. كاين ist ein Artikel، وكاين ده article زي اي حاجه. وهي بص بقى هنا قال لك ايه؟ andere Negationswerte، قال لك ان في بعض الكلمات اللي ممكن تنفي، زي مثلا اما تنفيها بني، والله alle تنفيها بنيماند، etwas او alles تنفيها بنشتس، والله mit تنفيها ohne،
schon mal تنفيها بنوخ nicht او noch nie noch تنفيها بنشت mehr. وده طبعا حاجات اتسفاي، انا بس بوريك ان انت ممكن تقدر تنفي مش بس بكاين ونشت، وهناخدها باذن الله في الاتسفاي. لكن دلوقتي تعالى يا صديقي ان احنا نحل مع بعض. هنا يا صديقي بيقول لك schreiben Sie Sätze mit nicht oder kein. كمل لي بقى اكتب لي بقى جمل هنا وشوف هتشتغل نست ولا كاين. والله ich komme aus سريلانكا، يبقى سريلانكا لا سريلانكا. انا هنا عندي نومن، هل عندي حاجه ليها اداه؟ هل عندي حاجه جروس؟ ما عنديش، يبقى هنفي بنشت. يبقى والله ich komme nicht aus كذا. طيب نكمل. Ich bin 23 Jahre alt. هل هنا انا عندي نومن انفي؟ هل عندي حاجه ليها ارتكل؟ ما عنديش، يبقى انا والله ich bin nicht 23 Jahre alt. طيب هنا ich wohne in Köln. هل هنا أنا عندي اسم منفي؟ لا، أنا بنفي حرف جر، وطالما بنفي حرف جر يبقى nicht. طالما إن هو مش نومن يبقى ich wohne nicht in كذا. طيب هنا ich bin verheiratet، يبقى أنا مش متزوج. هل verheiratet ده نومن؟ هل ليه أداة؟ لا، يبقى ich bin nicht verheiratet. طب هنا ich habe Kinder. هل هنا عندي نومن انفي؟ Kinder اهي محطوطه جروس. هنفي كاين ولا كاينه ولا كاينن ولا كاينم؟ قال لك والله Kinder ده جمع، دي بلوغال، ودي بلوغال تنفيها بكاينه. يبقى ich habe keine Kinder. انا والله ما عنديش عيال. طب هنا das sind meine Kinder. طيب حلو، يبقى انا عايز اقول ان دول مش ولادي انا. خد بالك بص بقى، في حد ممكن يقول لي ايه؟ والله يا اير انا هقول ده الزن وبدل ماينه انا هنفي كندا فاحط كاينه. اقول لك انت كده بوظت المعنى خالص. ليه؟ لان انت لما تقول ده الزن كاينه كندا يعني دول مش اطفال، اما دول ايه؟ لا، انت كده بوظت معنى الجمله. هل دول فضائيين مثلا؟ لا، انت عاوز تنفي ان دول مش ولادك، فانت هتنفي ماينه. فهل ماينه جروس؟ لا مش جروس، دي ارتكل عاديه تنفيها بنشت. يبقى das sind nicht meine Kinder. دول مش عيالي، دول عيال حد تاني، ولكن انا ما نفتش ان هم عيال. لكن انت لو قلت ده زين كاينه كيندا يعني هم مش اطفال. امال هم ايه يا ابني؟ لا، هم ما تنفيش حقيقه ان هم اطفال، انت بتنفي حقيقه ان هم مش بتوعك انت. فانت هنا بتنفي ماينه. طيب هنا sie haben Hunger، يبقى هنا انت هتنفي هونجا. طالما هي هونجا اهي مكتوبه جروس يبقى ده اسم، يبقى هونجا ده هديه، يبقى sie haben keinen Hunger. Ich kaufe Brot. والله بص، Brot اهو البي جروس يبقى ده اسم، das Brot يبقى ich kaufe kein Brot. طيب هنا ich bin glücklich، انا سعيد. والله انا سعيد ده الجي كلاين مش جروس، يبقى ده مش اسم، يبقى ich bin nicht glücklich. ربنا يبعد عننا ان احنا ما نبقاش جلوكليش ونفضل جلوكليش على طول. طيب هنا kein Mittag essen، مفيش غدا. ergänzen Sie nicht oder kein، كمل لي بنشت ولا بكاين. فيلا نقرا. فراو باولا بتقول hallo Frau Schmidt، gehen Sie in die Kantine mit؟ هتيجي معايا الكانتين؟ قالت لها nein tut mir leid ich kann mitkommen. احنا عايزين ننفي mitkommen ده فيرب، والفيرب بننفيها بنشت. طيب هنا ich habe ich habe ich والسايد الطرفين احنا اكوزاتيف. طيب نشت ولا كاين؟ قال لك في سايد، اول حرف جروس يبقى ده كاين، سايد اداتها دي، في الاكوزاتيف تفضل دي، يبقى ich habe keine Zeit. und ich habe auch Hunger. هونجا ده هديه واحنا لسه في الاكوزاتيف. und بيتعود على نفس الفيرب اللي هو هابن، وهابن بيعمل اكوزاتيف، يبقى ich habe auch keinen Hunger. طب هنا sehen wir uns später bei dem Meeting؟ هل هنشوف بعد شويه كده على الميتنج؟ قالت لها nein das geht. ما عنديش حاجه في الجمله، انا هنفي das geht، هنفي الفيرب يبقى nicht. انا هنا ما ينفعش احط كاين لان انا ما عنديش نومن بعد كده، انا عندي بونكت نقطه. هنا ايش arbeite قال لك ان، اول حرف كلاين يبقى على طول نشت، يبقى ich arbeite nicht. طيب هنا Herr Meier arbeitet in ده اول حرف كلاين وده حرف جر يبقى على طول nicht. طب نكمل
ايش تخفقين ها نشت، انا ما عنديش حاجه احطها، ما عنديش حتى اسم عشان احط كاين. طيب هنا sehen wir uns morgen in der Mittagspause. morgen mache ich ها انا عندي باوزه وعندي ايش، احنا طرفين في الجمله يبقى اكوزاتيف. باوزه ادتها دي، يبقى دي تبقى keine مش هتتغير. weil ich zurzeit Sekretärin ها سكرتيرن ده عندي نومن يبقى على طول كاين ليه اول حرف والله جروس وسكرتيرن اخرها اي ان اللي هي دي. طب هنا ايش كان 2 Wochen mittags ها اسن يبقى على طول نشت، ليه؟ لان ده فيرب اول حرف مش جروس. طب هنا ناين ايش هاب ولوست ها ايش ولوست طرفين في الجمله يبقى على طول ده اكوزاتيف، لوست اداتها دي يبقى كاين ايش هاب كاينه لوست. طب هنا etwas suchen und Sandwiches schmecken mir ها يبقى ما عنديش حاجه فيها بعديها يبقى على طول نشت، يبقى انا هنفي الجمله بنشت. طب هنا und ايش اسمها بص Süßigkeiten حلويات، عندك اول حرف جروس يبقى كاين. طب ها كاين ولا كاينه ولا كاينن؟ قال لك Süßigkeiten ده جمع والجمع بننفيه بكاين. طب هنا und fast food على طول كاين. Ich habe schon 3 Kilogramm abgenommen. Ich möchte auch zunehmen. Erwerb يبقى nicht. طب هنا das Essen in der Kantine ist auch gesund. gesund يعني صحي، ده adjektiv. الادجكتيف الصفة بننفيها بنشت عادي خالص. طالما مش نومن يبقى نشت. هنا sie sind schlank انت رفيع. sie müssen Angst. Angst اهو اول حرف جروس يبقى كاين. طب Angst ده اداته ايه؟ قال لك دي يبقى على طول تبقى كاينه. وبكده الحمد لله نكون خلصنا مع بعض الحل في جراماتيك اكتيف. ويلا يا صديقي عشان نلعب ونثبت الدرس مع بعض. ماخدش بخيت استعد يلا. Wir sind müde müde اول حرف كلاين يبقى نشت على طول من غير حتى ما تعرف اي حاجه. يلا بينا اللي بعده. ich bin müde. müde ده يعني تعبان. mach dich bereit استعد. das ist Lampe لمبه والحرف جروز يبقى كان يا كاينه. لمبه اداتها دي لو مش عارف اخرها ايه يبقى كاينه. اللي بعده mach dich bereit استعد. ich wohne in Berlin اول حرف كلاين يبقى نشت من غير ما تفكر. وانت هنا بتنفي بريبوزيسيون بتنفي حرف جر يبقى على طول نشت. طب يلا قلنا تنفي كاين امتى؟ لو نومن لو اسم اي حاجه تاني نشت على طول. يلا يا باشا. طب احنا عاوزين نختار دي. ركزوا معايا هتروح فين؟ ركزوا معايا. ركزوا معايا كانت فين؟ دي؟ احنا جامدين قوي احنا جامدين قوي. يلا اللي بعده. ماخدش بخيت استعد. das ist بلوك. بلوك اول حرف جروس يبقى على طول يا كاين يا كاينه. بلوك اداته دي يبقى كاين. اللي بعده. ماخدش بخيت استعد. das ist spitze spitze اول حرف جروس يبقى كان يا كاينه. spitze اداتها دي برايه يبقى كاين. اللي بعده. خلاص احنا كده كاين ونشت سهله خالص. اي نومن يبقى كاين اي حاجه تاني خلاص تبقى نشت على طول. mach dich bereit. هنا wir haben بلوك. بص بقى بلوك اللي اداتها دي اللي حليناها هنا عندنا فيا وبلوك. احنا طرفين في الجمله. بلوك اداتها دي في الاكوستيف تبقى دين ماينن اينن كاين كاينن. اللي بعده. يلا بقى احنا عاوزين ايه؟ عاوزين ال 200 بونكت دول. راحوا فين؟ راحوا فين؟ انهي واحدة اللي كان فيها 200 نقطة؟ دي؟ والله احنا جامدين قوي. طب والله لو عملتها صح اكتب لي في الكومنتس عشان تبقى شاطر. عاش. يلا اللي بعده. mach dich bereit. هنا ايش كان شويمن اول حرف كلاين يبقى على طول نشت. طب ليه؟ لان شويمن ده فيرب وطالما فيرب يبقى بننفيه بنشت. طب يلا اللي بعده. احنا جامدين قوي.
Ich habe Heft. Heft اول حرف جروس يبقى على طول يا كاين يا كاين. طب هيفت ادتها داس وداس تفضل داس زي ما هي وكاين تفضل كاين واين تفضل اين. عاش sehr gut. اللي بعده. Mach dich bereit. طيب هنا هي اسكولي ها الكوجل شخايبه اللي هو القلم والله اداته ديت تفضل كان زي ما هو عشان ده نوميناتيف لان هو زين ده مش اكوزاتيف. ليه؟ لان ما فيش في الجمله كلها غير اللي هو الكولي بس فده معناه ان احنا نوميناتيف زي ما اتفقنا. زخة او بيعزون حد بس يبقى ده نوميناتيف. شخصين او شيئين او شخص وشيء يبقى على طول ده اكوزاتيف. عايزين هنا صحيح انت ممكن تقول راحوا فين؟ ها؟ لا ما بقتش. لا انا كبرت على الحاجات دي. انهي واحده بقى؟ حلو حلو حلو. ده سرع عليه كده. ها Das ist ها عندك اول حرف كلاين يبقى على طول نشت. Das ist nicht mein Bruder. Sehr gut. يلا نلعب تاني. ها هنا das ist Küche. كوشه يعني المطبخ. هل ده مطبخ بذمتك؟ لا مش مطبخ. يبقى نشت ولا كاين؟ قال لك والله اول حرف جروس يبقى على طول كاينه. يلا اللي بعده. انا das ist Arbeitszimmer. دي غرفة العمل. هل دي غرفة العمل؟ دي الغرفة اللي بنشتغل فيها؟ اكيد لا. طيب اول حرف جروس يبقى على طول كاين. اللي بعده هنا das ist schön. ده جميل. ده جميل بذمتك؟ ده راجل استغفر الله العظيم يا رب. هتنفع على طول. طب اول حرف والله اول حرف كلاين يبقى على طول نشت بدون تفكير. والشين يعني جميل. ده مش جميل. احنا هنا نفينا صفه عشان كده اخترنا نشت. طب اللي بعده das Kinderzimmer ist جروس كبيره. هي عامه مش كبيره ولكن طالما اول حرف كلاين يبقى على طول نشت. طيب هنا والله اول حرف على طول جروس يبقى يا صديقي اكيد كاين. اللي بعده هنا das Haus ist schön. البيت ده جميل. لا طبعا مش جميل. اول حرف كلاين يبقى نشت بدون تفكير. عاش sehr gut. طيب بعد كده والله ist jung. هل ده يونج؟ لا والله مش يونج. ده راجل كبير اهو. يبقى اول حرف كلاين تبقى نشت. اول حرف كلاين تبقى نشت. اول حرف جروس تبقى كاين او كاينن او كاينم او كاين على حسب. Das Haus ist alt. اول حرف كلاين يبقى على طول نشت يا صديقي. وبكده النهارده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى يا رب ان يكون الدرس عجبكم. خلاص بقى بالنسبه لكم سهل قوي. احنا شرحنا الدرس وحلينا عليه ولعبنا وعملنا كل حاجه. وباذن الله المره الجايه شرح حاجه مهمه جدا 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 الا وهي المودال فيربن. هتسمع شرح عمرك ما سمعته في حياتك. هتصرفهم بطريقه اسهل بكتير وهتعرف تفرق ما بين المودال فيربن كده. يلا صديقي تشوس.